السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أحمد شرغوش لتعليم وأساسيات مهارات الصيد، أهلا وسهلا بكم. أفضل لور لسمكة الدراك. الحقيقة أنا حطيت العنوان ده عشان تخش تتفرج على الكلمتين دول وتستوعبهم كويس. واحد على قناتي من اللي بيتفرجوا علينا حبايبنا لقيته بيسألني سؤال، بيقول لي أفضل لور، أو هو كاتب لي كده بالأخص يعني أفضل سمكة لصيد الكاستنج، يعني أفضل لور لصيد الكاستنج. بصراحة في الفيديو ده هقول لك حقيقة ممكن تكون أول مرة تسمعها، ولكن ده الصح. ناس راضت بيه، ناس خلفته، هو ده الصح اللي احنا شفناه في البحر. السمك له حصة، سواء القرص أو سواء السمك العادي، بس احنا موضوع حلقتنا هنا بنتكلموا عن القرص. القرص اللي هو السمك المهاجم باختلاف أنواعه، له حصة. وقت ما الحصة دي بتحضر هو بياكل اللور، بيخش على اللور الغالية وبيخش على اللور الرخيصة اللي تمنها رخيص. أي لور، وهنا أي لور؟ لا، بيخش على الغالية عشان هي خدعته ومشيتها مظبوطة ونجحت إنها توهمه إن هي سمكة. كذلك اللور العادية الرخيصة لو مشيتها مظبوطة ونجحت إنها تخدعه في وقت الحصة بتاعته، هيهجم عليها زيها زي اللور الغالي. طب إيه فايدة اللور الغالي يا عم أحمد؟ المشي، الألوان الثابتة، قوة اللور ذات نفسه. دي الحقيقة. هقول لك مفاجأة كمان ممكن تكون أول مرة تسمعها. ناس من المحترفين صحابنا معاه لورات أصلية غالية من أم فلوس، أول ما ينزل على الأرض أو المطرح زي ما بنقوله كده بلغة الصيادين، ينزل على مطرحه بينزل باللور الغالية. أول ما يظهر السمك بيشيل اللور الغالية ويحط اللور العادية. عارف ليه؟ عشان خلاص السمك حضر وعرف إن في المطرح سمك وهياكل. أهم من كده، لما تكون معاك لور أمن على مشيتها وعلى ألوانها، وبعد مشيتها وألوانها على هكاتها، لأن أنت لو مسكت سمك والهكات ضيعت السمكة أنت كده ما استفدتش إن اللور بتمسك أو ما بتمسكش. طيب كلامي ده هيزعل ناس كتير، ولكن دي الحقيقة اللي أنا بقولها لك. طيب لور دراك، لور مياس، لور قاروص. أحيانا السمك بيحب طعمية رفيعة، وأحيانا السمك بيحب الطعمية الكبيرة. له أوقات للطعمية الصغيرة وله أوقات للطعمية الكبيرة. ولكن أنا ما أقدرش أقول ده لور دراكات، هو بيمسك دراكات على طول والدراكات مستحباه، ولكن مش هيمسك غير الدراكات؟ لا، هيمسك غير الدراكات، هيمسك أي سمك قرص. وعلى فكرة منظومة القرص ملهاش قوالب ثابتة. ما أقدرش أقول لك اللور ده بيتمسك، ممكن تنزل ما يتمسكش واللورات تانية تتمسك. أقدر أقول لك إن أنت في ألوان بتاعت اصطباح، لما السماء تبقى صافية والشمس ساطعة، فأنت بتحط ألوان عواكس زاهية ملعلعة بالبلدي. ما أنا مش بشرح لمحترف، أنا بشرح لمبتدئ، عشان الشمس تعكس عليها وتبان. ولما المية بتبقى عكر، يا تحط اللون الأبيض يا اللون الغامق في المية العكر. دي الألوان اللي أنت اختارها حسب المية. وقلت لك تأمن على اللور هكاته على مشيته، وإذا اتمسك معاك ما يهمكش بقى غالي أو رخيص. طيب ساعات الدركات بتخش على لورات صغيرة فتشربها وتروح منك. في مواسم الدركات لما بنعرف بنحط اللور الكبير، في مواسم المياس بنحط له الكبير برضه عشان بيشرب. لما تيجي على القاروص بتحط اللور أو السيليكونات أو اللور ال7 سم وال9 سم. معلومة كمان مهمة هأكد لك بيها الكلام ده، اللور ده براند عالمي
غالي، ولكن ده مش لونه الحقيقي، ده الكاسة لون تاني. لما يتمسك مننا نقوله اتمسك عشان هو براند ولا عشان لونه؟ الاتنين يا برنس. اتمسك عشان براند، عشان مشيته صح، حتى لو مش براند ومشيته صح هيتمسك. واتمسك عشان اللون، لان اللون ده كان مناسب في الجو والتوقيت والحصة المناسبة. ما تخليش حد يقنعك بحاجة مش صحيحة، وفكر في الأمر. الصيد مش قوالب، الصيد ابتكار. لازم تشغل مخك، لازم بنغير ألوان وبنمشي على حسب المية، ولازم نحاول نخدع السمكة عشان نوصل لها، سواء كان براند أو ما كانش براند، طول ما هو مأدي الوسيلة والغرض بتاعه. يعني يا عم أحمد براند وحش؟ لا طبعا، مين اللي قال البراند وحش؟ محدش يقدر يقول البراندات وحش، احنا بنشتغل ببراندات، ولكن في ناس معاش تجيب براندات، فما اقولكش ما ينفعش. بناخده سمك باللورات العاديه، وزي ما فهمتك بنرمه بالبراندات الاول، وبعد كده بنشتغل باللورات عاديه، لان وارد ان هي بتروح مني، وياما ضيعنا لورات. ولكن في لورات شعبي جدا بتتمسك طول ما مشيتها حلوه وهكتها حلوه وخدعت السمكه بتتمسك. وعندي اكتر من فيديوهات، وغيري عنده اكتر من فيديوهات لورات عاديه بتتمسك عادي. السمك حصه، طول ما الحصة موجودة هيديك حصيلتك. في جزء عليك، جزء على اللور. لور ماشية حلوة وألوان زي ما فهمتك. الجزء التاني تحضير عدتك، لازم تكون ظابط دراجك، حتى لو العدة معاك مش عالية هتظبط دراجك، لأن حتى اللي معاه عدة عالية لازم يظبط دراجه، بدون دراج مش هتاخد سمك. عايز أقول لك على حاجة مهمة كمان يا عم أحمد، بنعدوا باللور والسمك موجود ما بناخدوش. ودي حصلت معانا زمان لما كنا صغيرين، واتعلمناها من ناس تقيلة بنطلع معاها. طول ما السمك عنده مرعى مش هيضربك، طول ما السمك ماسك دم مش هيضربك. يعني ايه يا عم احمد؟ احنا مش فاهمين بتقول ايه. كنا نعدي زمان بخطان الجر من وسط السمك، ويعدي يشوف المعلقة وما يضربكش. هو عنده مرعى، عنده سمك في المية بيضرب عليه، اسمه سمك دم حقيقي، فساعتها مش هيبص لك. لما المرعى بتروح هو بيبدأ يجري وراك انت. ودي نقطة مهمة لازم تعرفها، عشان لما تعدي على سمك وما ياخدش منك المعلقة أو يشرب منك اللور، تبقى عارف النقطة المهمة دي. طول ما السمك عنده مرعى مش هيضربك، أو مش هيمسك اللور بتاعك بالأدق، يعني عشان الناس المبتدئين تفهم يعني ايه مش هيضربك. مش هيضربك يعني مش هيمسك منك اللور أو المعلقة. يا عم أحمد، الليدر غالي قوي، وممكن يكون تمن بكرة الليدر قد المكنة اللي أنا شغال بيها كاستم. لازم أحط ليدر فلور كربون؟ مستحب ويفضل ويحبذ. لأن إحنا بنعمل الليدر عشان حاجتين. بيبقى نقطة ضعف عشان لو مسكت في حاجة غير السمك، سواء وقرة يعني أو غيره، أقدر أعمل نقطة ضعف إن أنا أقطع فيها. كمان الليدر بيعملوا فلور كربون عشان السمك لو شاف لون البريد مش هيجري وراك، لان احنا قلنا لازم تخدعه. طيب، معيش اجيب بكرة ليدر او فلور كربون. اولا مشكلة الفلور كربون دي، مش كل بكرة مكتوب عليها فلور كربون هتبقى فلور كربون. وانا اعمل لكم فيديو دوروا في لو لقيت لينك احطه لكم، ازاي تختبر بكرة الفلور كربون تعرفها فلور كربون فعلا ولا مكتوب عليها فلور كربون. طيب، اقدر احط حاجة تانية؟ طبعا لو انت بتعمل ليدر بتاعك 35 او 40 شغال من الشاطئ، او 50 شغال من مركب مثلا بالجر كده او بالقصد، فتقدر حضرتك تعوضه بشعرايه مستورده عاديه شفافه كويسه طريه، يكون فيها الاتي. ركز معايا، ركز معايا. لو انت بتحط 40 هتضطر تحط 60 شفاف، هتزود بقى المقاس. واهم حاجه في اختبار بقره اللي انت هتبدلها بالليدر ده، ان انت تمسك الشعرايه تلاقيها طريه وناعمه ومش ناشفه ومش مخرزه، يعني معديه على ايدك كده ناعمه، وتشد عليها شده جامده، مش عشان تقطعها،
عشان مطرح ما تشد تشوف نقطة الضعف دي عملت فقاقيع من جوه زي فقاقيع الهوا كده في الشعراية ولا لا. لو عملت فقاقيع ما تعملهاش ليدر، ولو صدت معاك وما قطعتش وعملت فقاقيع اشتغل بيها ليدر عادي. طبعا انا عايز اقول حاجات كتير ولكن مش عايز الفيديو يبقى تقيل. التعليقات بقى مع بعضينا، انت تفكرني بحاجة وانا افكرك بحاجة ونفيدوا بعض. انا قلت بس اقول معلومتين يذكرونا وينشطوا دماغنا ويفيدونا ويفيدوا حد مننا. ويا ريت في التعليقات برضو نبدأ نسأل ونجاوب على بعض، انت تقول لي معلومة وانا اقول لك معلومة ونستفادوا كلنا. قناة احمد شرغوش، بياع الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.